ازيكم يا جماعه، يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايبه لكم حاجه فرقت في حياتي جدا، واتمنى انتوا كمان تعرفوها وتفرق في حياتكم انتوا كمان. مخده الرضاعه. المخده دي في كذا بنت اقول لها عليها، واحس ان ما فيش حد تقريبا عارفها قوي ما عدا واحده بس قالت لي ان هي عارفاها. فلما قلت لها ان هي مخده يا جماعه بتتقفل كده، قالت لي ايه ده؟ جبت واحده تانية قسمت ظهري، ما كنتش اعرف ان في مخده بتتقفل. المخده دي ميزتها اول حاجه ان هي بتتقفل فبتشد ظهرك، انت بتركبيها حوالين بطنك وتحطي البيبي هنا، مش محتاجه ان انت تقعدي على سرير ووراكي مخده وتحتيكي مخده، وممكن ترضعيه في اي مكان حتى لو انت بره البيت في النادي في اي حاجه. طالما مخده الرضاعه موجوده وستر الرضاعه موجود، تقدري ان انت تستمتعي بوقتك وتروحي اي مكان في الدنيا من غير ما تفكري هو انا هرضعها ازاي، هسنده بايدي ازاي. ناس كتير قوي ايديها بتوجعها، وانا اصلا جربت يعني من غيرها شويه، قلت اجرب الدنيا عامله ازاي. ايديا وجعتني جدا، بحس ان انا ماسكه راسي طول الوقت. لو انا بره البيت مثلا مش عارفه بجد اتعامل، يعني لازم حاجه ترفعه. لو معايا شنطه ظهر مثلا احطها تحت ايه، تحت راسه. فبجد بجد الموضوع مؤلم جدا، سواء ان ظهرك يتكسر او ايدك هتتكسر، الموضوع بجد هيبقى صعب جدا. يبقى المخده دي قويه من هنا، يعني هي شبه المرتبه. هوريكوا ازاي دلوقتي بيتحط، وبتعمليها وبتوسعيها وبتضيقيها براحتك اهي. بتوسعي من هنا اهي، تمام. انا بس عشان عاملاها على مقاسي بالظبط فايه مش عايزه ابوظها، بس هي عموما بتتوسع وبتتضيق. بتتحط حوالين الوسط كده، تجيبي البيبي وبتحطيه في حته يعني بتبقى لازقه فيكي قوي، وفي حته بتبقى براح شويه. وهو صغير كنت بحط رجله هنا بين البراح بحيث ان راسه تبقى مرفوعه واخد زاويه، وبوسعها شويه. دلوقتي عادي كبر شويه فبحطه كده. اوريكم ازاي برضو. تعالى يا سلاليمو، ممكن تطلع معايا في الفيديو. بتجيبي البيبي كده وبتحطيه كده. مش لازم ان انت تقعدي تمسكيه بايدك بقى وترفعي في راسه، لا، هو كده تمام قوي. وبتعديه حتى لو هو مش بيرضع او مش بيعمل اي حاجه، ممكن تسنديه كده ايه في العربيه في اي مكان. ممكن تسنديه وهو نايم مرتاح كانه نايم على سريره بالظبط. ايه رايك؟ ممكن تعديه برضه عليها هو قاعد مرتاح، مش لازم ان انت تجيبي له كرسي مخصوص، خصوصا ان هو بيبي يعني. الميزه كمان ان انت ممكن وانت قاعده بتشتغلي مثلا على الكمبيوتر، لو انت قاعده على الكمبيوتر وعايزه تخلصي شغلك، ممكن تقعدي عادي ترضعيه وانت في نفس الوقت بتعملي كل حاجه انت عايزاها اهو. قال لك ايه، وفي اوبشن ان هو يقعد برضه يقعد عليها زي ما قلت لكم، وتقعدي تلعبيه عادي بدل ما تقعدي على رجلك وما تعرفيش تشوفي قوي. فالصراحه ليها كذا اوبشن. نعم. ايوه. اوبشن تاني رهيب ان انت ممكن تقومي تجيبي حاجه وانت شايلاها عادي جدا وترجعي تاني تقعدي. انا شايفه ان اهم اوبشن في المخده ان انا بقدر ان انا اتحرك في كل مكان وانا معايا سلم. فكره ان انت تقومي وفكره ان انت تتحركي وانت قاعده معايا بترضعي، فدي بالنسبه لي صراحه مبهره جدا. ده غير ان انا قلت لكم ان هي ما شاء الله كانها مرتبه بجد حلوه جدا، ممكن يقعد عليها، ممكن انت اصلا تسندي راسك عليها في مره وبتتربط، يعني هي كده مش هتقع مني. فده اوبشن جميل جدا لو انت بره البيت. لو انت جوه البيت هي بجد مريحه جدا. انا اصلا ساعات بلبسها كده وسلم مش عليا. ممكن تقعدي تعملي كده، تعالي تعملي ايه. هي بجد مريحه. ممكن تحطي عليها طبق فول مثلا. ده مش اعلان، ده مش اي حاجه، بس دي حاجه فرقت في حياتي جدا، واتمنى ان الناس كتير قوي تعرفها، لان ناس كتير قوي ما تعرفهاش فعلا، سواء غنيه او فقيره. يعني هي مالهاش علاقه بالفلوس، هي برده مش غاليه قوي. ما تستهونيش ان انت تشتريها لان هي مهمه جدا ومفيده جدا، وبدل ما ظهرك يتقسم هي بتشد الظهر كده زي ما انتم شايفين. فاشتريها. اهم حاجه ان هي تتربط عليكي من غير ما تتفك، بحيث ان انت تقدري تتحركي بيها وانت بترضعي. بس طبعا وانت بتتحركي بيها امسكي بس راسها عشان ايه يعني برضه احتياطي، فاهمه. ده كان ريفيو عن مخدة الرضاعه، وقد ايه هي فرقت في حياتي، وقد ايه ان انا بعرف اتعامل بيها جدا وسهلت عليا الدنيا. اتمنى تسهل عليكي انت كمان الدنيا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب عشان اكمل فيديوهات وافيدكم بالحاجات اللي انا استفدت بيها، خاصه في هذه الفتره العصيبه من حياتي. شكرا جدا، شكرا. كانت معكم الفتيتي. باي باي.